فاكر آخر خبر شفته وقلقك؟ خبر خلاك تتوتر أو تخاف أو حتى تتحمس. طب لو قلتلك إن ده ممكن يكون جزء من خطة، مش مؤامرة، لكن سلاح حقيقي اسمه حرب المعلومات. في الحروب الصواريخ بتضرب الأرض، بس الأخبار بتضرب العقول. حرب المعلومات مش كذب، أحيانا بتكون تسريب في توقيت معين، عنوان متضخم، صورة من زاوية معينة، خبر ناقص جزء مهم جدا منه. الفكرة مش إنك تضحك عليك، الفكرة إنك تتوجه في الاتجاه المعين من غير ما تحس. لأن الإعلام بيعمل 3 حاجات خطيرة جدا: يرفع الروح المعنوية، يكسر معنويات الطرف التاني، يأثر على الرأي العام العالمي. مثلا خبر عن استهداف قائد كبير يسبب ارتباك، تسريب عن ضربة جاية يخلي السوق يتحرك، فيديو مدته 20 ثانية يشعل بلد كاملة. المعلومة بقت أرخص وأسرع من الرصاصة. خلينا نفهم حاجة مهمة: سوق البترول بيتحرك في ثواني. أي خبر عن التوتر في الخليج مثلا يرفع الأسعار فورا، حتى لو الخبر بعد كده طلع مش كامل أو مبالغ فيه. الأسواق مش بتستنى التأكيد، بتتحرك على الاحتمال. لأن وقت الأزمات الخوف بيزيد، العقل العاطفي بيشتغل أكتر، الناس بتدور على أي تفسير. فأي خبر مثير بينتشر أسرع من الخبر الهادي المتزن، وده طبيعي جدا بس خطير. 3 قواعد بسيطة جدا عشان تحمي نفسك. ما تصدقش أول عنوان، دور على أكتر من مصدر، اسأل مين المستفيد من انتشار الخبر ده. السؤال الأخير ده أهم سلاح عندك. أخطر حاجة مش الكذب، أخطر حاجة نص الحقيقة. لأن نص الحقيقة مقنع جدا بس بيخليك تبني استنتاج غلط. في زمن الحروب انت مش مجرد متفرج، انت جزء من المعركة، معركة على عقلك. قبل ما تشارك خبر، قبل ما تغضب، قبل ما تخاف، اسأل نفسك: هل أنا شايف الصورة كاملة ولا شايف جزء اللي حد اختارهولي؟ الوعي هو أقوى سلاح.